يحب يرجع له. القضية تاع الصحراء الغربية انتهت خلاص، ضيعنا الملايير، خسرنا الملايير منذ 1975. نعاود نكررها، منذ 1975 الجزائر دعمت هذه الميليشيا تاع البوليزاريو، الناس هادو تاع البوليزاريو القيادات تاعهم. روح انت ابحث بنفسك، ابنائهم عايشين حياة الفخفخة في اسبانيا، في فرنسا، في الولايات المتحدة الامريكية. كان اخ ما عندهاش مدة وشهادة موثوقة قال لي في كوبا عندهم شركات، عندهم محلات، عايشين حياة النعيم. هادو الناس تاع الصحراء تاع البوليزاريو. اقول الشعب الصحراوي اللي غالب مغلوب على امره، الشعب الصحراوي اللي في مخيمات تندوف، لانه النظام الجزائري يستعملهم حتى يختلق مشاكل. راكم شفتوا الازمة تاع المعبر هذاك تاع الكركرات، يعني كيف انهم خلقوا ازمه. لماذا خلقتوا الازمه؟ ماذا استفادت الجزائر اليوم؟ هذيك الازمه كلها اختلقوها حتى يلهون الراي العام في الجزائر، لانهم خلاص خلصت لهم القضايا، لازمهم يروحوا يفتعلوا مشاكل خارج الحدود، حتى يقول لك اليوم لازمنا نتحدوا مع بعضنا ولازم تمشيوا مع النظام، والنظام هو الوحيد اللي قادر، لاننا مهددين وممكن أن المغرب يدخل معنا في حرب. الجزائر هي من افتعلت القضية تاع المعبر هذاك، المعبر اللي هو حيوي ليس للمغرب فقط، ما حيوي لموريتانيا. وموريتانيا واش دارت في القضية؟ تروح انت تقطع على ناس معبر، تروح تقطع على ناس معبر هكاك، تبعت ناس تاع البوليزاريو. والمشكل انه في كل هذا الخاسر الأكبر هو الشعب الصحراوي الذي لم يطلب أي شيء. الشعب الصحراوي اليوم اللي تحكم فيه ميليشيا تبيع المساعدات الإنسانية، وهذه فيها شهادات أنهم يبيعوا المساعدات الإنسانية، أنهم ينهبوا الأموال، أنه الجنرالات في الجزائر لماذا يدعمون؟ ربما واحد يتساءل يقول لك يا خويا، يقول لك على هذو الجنرالات ما مشددين على القضية هذه، علاه يدعموها؟ علاه ما يحوسوش على حل؟ لأنه هذه فرصة لهم حتى ينهبوا أموال الميزانية تاع الجيش الجزائري. هل واحد على باله كم هي القيمة تاع المساعدات اللي تروح للبوليزاريو من الميزانية تاع الجيش؟ واحد ما على باله. يروحوا يشتريوا عتاد من روسيا يسلموه للبوليزاريو بأموال الشعب الجزائري، ولكن هذه تخليهم يزيدوا ينهبوا أكثر أموال الشعب الجزائري. هذه هي الأمر اللي يخليهم يشددوا على القضية هذه، ليس لأنهم انتهدوا الناس. هذو الجنرالات في شعبهم قهروه واعتقلوه. رانا عندنا أكثر من 90 معتقل رأي. راكم تشوفوا الانتهاكات، ناس تموت في مخافر الشرطة، اعتداءات على حقوق الإنسان، ناس تقتات من المزابل، وتجي تقول لي ما قراوش الخير في بلادهم. بصح على الشعب الصحراوي يا خويا، الشعب الصحراوي لازمكم تحترموا حقوق الإنسان. الشعب الصحراوي لازمنا نساعدوه، لازمنا نوقفوا معاه. لا يهمهم لا الشعب الصحراوي ولا الشعب الجزائري، هم أصلا ما يعرفوش لا الشعب الصحراوي لا يعرفوا الشعب الجزائري اصلا. هم ابنائهم راهم عايشين في الخارج، هم راهم عايشين في محميه كلوب دي بان وفي محميات اخرى، ما عندهمش علاقه بالشعب هذا. يعني انت اللي ما يقراش الخير في شعب بلده، اللي ما يديرش الخير للشعب والشعب الجزائري، راح يروح يدير الخير في الشعب الصحراوي. هل واكش واحد يصدق بانه اليوم النظام الجزائري الهم تاعو هو حقوق الانسان للشعب الصحراوي؟ يا احترم حقوق الانسان في بلدك، ومن